السيد الوزير، يؤسفنا أن إخواننا في فلسطين يعيشون تقتيلا همجيا ومذابح مروعة، وبلدنا مهرجان بعد مهرجان. والمصيبة الكبرى أن هذه المهرجانات أبدعت في الترويج للمثلية والشذوذ في ضرب لمشاعر وثقافة وقيم المغاربة. أبهذا تسوق الثقافة المغربية؟ ماذا يخطط لهذا البلد؟ ديال المآثير. اما السيده النائبه المحترمه، انا ما عرفتش فين شفتي هذا الشيء. انا اللي نقدر نقول لك السيده النائبه المحترمه هو كيف ما ذكروها بعض الاخوان وبعض الاخوات، ماشي غير اليوم، دائما القضيه الفلسطينيه هي قضيه وطنيه، وذكرها جلاله الملك الله ينصرو. لا تزايد، والتزايد سلبي بالنسبه لهذه القضيه، سلبي جدا. ما خصناش نتزايدوا بشي قضيه اللي كتجمع جميع المغاربه. اسمحي لي يا سيده النائبه. ثانيا واش بغينا نفعلوا المفهوم ديال الصناعه الثقافيه؟ فاش كنقولوا الصناعه الثقافيه راه كنقولوا الناس كيخدموا وراء هذه الصناعه. واش هاد الناس غنوقفوهم من العمل؟ واش هاد الناس غنقول لهم سيروا دخلوا في ديوركم غنلقاو لكم شي بركه بين تعيشوا بها واحد النهار ولا يومين بيد ما نوقفوا الموسيقى ونوقفوا كل شيء؟ اسمحي لي يا سيده النائبه، الا كنفعلوا المفهوم ديال الصناعه الثقافيه خليوها صناعه بحال الصناعات الاخرى. اما الا كانت شي نقطه كيعاقب عليها القانون، هذا ما خصكش تشتري مع وزير الثقافه. وشكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. شكرا السيد الوزير.